بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، الصلاة والتسليم إلى يوم الدين. أما بعد، قامت الدنيا وما عادتش. الحقهم. الترجي لعب بخطأ تقني، بخطأ فني، بخطأ يوقع المباراة. دخلت على جوجل أسأل يا عم جوجل إيه الموضوع، اشرح لي قانون الكورة. القانون بيقول ايه في الخمس تغييرات. اتشكيت بحاجه مهمه جدا. الفيفا شرع 5 تغييرات على 3 توقفات، ومسموح بيهم في التوقفات الرئيسيه اللي هي بين الشوطين، او في الاستعداد للشوط الثالث والرابع لو في اشواط اضافيه. ماشي، كلام جميل. وقال يحق لك انك تستعين بالتغييرات كلها في الوقت الاضافي لو ما نزلتش. كلام جميل. متخيلين انه ما حطش بند عقوبه في حاله المخالفه؟ الزمالك قدام الاهلي في ماتش 3-1، عبد الشافي أصيب في الترقوة إصابة جسيمة، والزمالك كان غير تغييراته في 3 توقفات ولسه عنده تغيير خامس. الحكم الأجنبي رفض نزول التغيير الخامس لأن الزمالك استنفذ تغييراته في 3 توقفات. الزمالك الماتش السابق لعب 4 تغييرات، ولما جه يجهز التغيير الخامس قالوا له أنت استنفذت ال3 تغييرات. هنا في خطأ من حكم المباراة والحكم الرابع اللي ما انتبهوش للخطأ الإداري بتاع الترجي. مين اللي هيتعاقب؟ هل الحكم هيتعاقب ولا الترجي اللي اصلا ما عندوش نص في القانون يقول ان هو هيتعاقب، ولا نص في القانون بيقول يعاد المباراة او تحتسب ضد؟ هل هيعملوها بمسألة القياس وشيء على الشيء يكون بان اذا كان الخطأ بيأثر على نتيجة المباراة، او اذا كان الخطأ مقصود او الخطأ متعمد او الخطأ باين او الخطأ واضح او اعتراض المنافس عليه؟ دي النصوص بتاعة الأخطاء اللي تعاد إليها المباراة. لكن لا يوجد بند نهائي يقول إن الترجي خسران. وفي كل الأحوال سيعول الاتحاد الدولي على تعديل للبند ووضع